الغواصه دي بيبقى فيها كاميرا من جوه بتصور حواليا بزاويه 360 درجه، اقدر اشوف كل اللي حواليا عشان اعرف اتحكم فيها بدقه تامه. تمام. عشان الخطا ممكن يخلي الغواصه تتلف. الغواصه دي تكلفتها بسيطه جدا وفائدتها بسيطه. الغواصه دي مثلا فوائدها ان هي تنزل تحت الميه، تقدر تطلع الصناديق السوداء من السفن او الطيارات الغرقانه، تستخدم في عمليات الانقاذ، تستخدم في الابحاث العلميه داخل الميه، الاكتشافات وهجره الاسماك والحيتان. وايه مثلا لو نوع سمك بينخفض، اقدر عن طريق الغواصه دي مش هتخوف السمك او تعمل له ذعر، فاقدر اخش جوه اسراب السمك واتحكم فيها واعرف حركات السمك واسباب هجرته وكده. تمام جدا. السؤال بقى، الغواصه هتبقى دي مقاساتها ولا اكبر من كده؟ لا، هي هتبقى تقريبا في الحجم ده. عشان تعتبر غواصه صغيره. الغواصه دي عامله زي السمك في حجمها، فما تطلقش على الرادار. الرادار بيلقط فوق المتر على الاقل، يعني فوق المتر. لو جسم. وبعدين شكلها زي ما حضرتك شايف منبعج وفي التواءات كتير. يعني انت اللي عملت شكلها ده مينا ولا انت جبت حاجات شبه الشكل اللي لا، انت انا عايزه؟ جايب حاجات شبه الشكل اللي انا عايزه. تعتبر ماكيت. تمام. فيها التواءات كتير بحيث امواج الرادار بتبدا تنعكس، تيجي تصطدم بالغواصه وتنعكس تاني بشكل منتظم. لكن لما يكون شكلها دائري ومتعرج تنعكس في حته تاني بعيد قبل ما ترجع للرادار. ودي عملت. طب انت جربت الغواصه دي؟ نزلتها ميه؟ حضرتك بص، ده ماكت انا عملتها الاول تصميمات. تمام. ومساعده استاذ عبد الناصر مسؤول الموهوبين بالاداره. مسؤول مين؟ الموهوبين باداره الجنوب. هو اللي اتبناني ونمى افكاري ووداني مكاتب. طب ما يا مينا، معنى انك انت ما جربتهاش معناها ان هي ممكن تفشل لو نزلناها ميه، تبقى عامله زي نورماندي 2 كده بتاعت فتح القصري، تغرق. لا، ليها بحث علمي وليها حاجات مدروسه هتنزل الميه وتشتغل. بس انا محتاج حاجات كتير عشان انفذها. محتاج ايه؟ فلوس بقى محتاج فلوس ومكان اصنع فيه، ومحتاج خبراء للتصنيع. يعني خبراء يصنعوا لك الغواصه نفسها؟ خبراء للتلحيم. طب انت قست نجاحها على ايه؟ يعني هل اتقدمت بيها في مسابقه مثلا فخدت بيها جايزه؟ قدمت بيها مسابقه المخترع الصغير وخدت بيها. دي فين المسابقه دي؟ كل اللي يجي يقول لي مخترع الصغير، فين المسابقات دي؟ بتبقى في تبع وزاره التربيه والتعليم. فين بتعمل فين يعني؟ في مديريه التربيه والتعليم بالمحافظه. واللي بيشرفوا على المسابقه ناس يعني مخترعين ولا لا، ناس تقريبا ناس متخصصين طبعا في مجالات العلوم والفيزياء وكده، بجانب التربيه الاجتماعيه او التربيه الخاصه اللي بتبقى مسؤوله عن طيب دي الغواصه. طب شغلها لي كده الغواصه دي ولا مش هتشتغل؟ بص حضرتك، الغواصه بتتكون من 4 محركات رئيسيه. 4 محركات رئيسيه. تمام. رئيسيه. اول محرك المحرك اللي تحت ده اللي بيتحكم في ارتفاع وهبوط الغواصه بدون خزانات، علشان الغواصه صغيره، والخزانات عشان احطها محتاج قوه ضغط هيدروليكي، وده مش هيتوفر في الحجم ده. والله انا فرحان بيك. والله العظيم فرحان بيك جدا. وبيبقى داخلها مراوح تبريد علشان تشغل الغواصه. مراوح تبريد. فين المحرك؟ انت قلت ده محرك. دي مروحه مختصه للميه بترفع وتنزل الغواصه. طب فين ال3 محركات التانيين؟ قدام، دول اللي بيتحكموا بقى في حركه الغواصه، الناس تروح شمال او يمين. بيبقى 3 محركات، محرك دفع رئيسي ومحركين للتوجيه. محرك دفع رئيسي مثلا انا بشغل ال3 محركات للدفع بقوه قصوى. تمام. بطفي المحرك الشمال، اليمين بيدفعها فتبدا تتحرك ناحيه الشمال. بطفي المحرك اليمين تبدا تتحرك ناحيه اليمين. وممكن اشغل ده عكس واشغل ده قدام 360 درجه. فتحكمها عالي جدا، بجانب ان انا بطلي المواد اللي جوه بمواد عازله بحيث ان هي ما يحصلش اي تاكل في الاسلاك من الميه. تمام. الغواصه دي انا بشوف فين الغواصه. القبه دي بتوزع الضغط على ال4 جوانب. كويس. يبقى انا حطيت الضغط كله على ال4 جوانب دول. حاجه تفرح. فبالتالي حاجة تفرح بجد يعني. فبالتالي يعني بس استنى، بس انا عايزك تهدى شويه كده عشان الناس تفهمك. انت تفرح. قول لي بقى، القبه دي بتوزع الضغط على 4. تمام. تحت الميه بيتولد ضغط. كويس. عشان دي ممكن تنفجر خلال حوالي 200 متر تحت الميه. فانا القبه دي بتوزع الضغط، وعن طريق توزيع الضغط بعرف فين الاماكن اللي فيها ضغط عالي وابدا ادعمها. كويس. ادعمها بضغط من جوه. كويس. ان ضغط يساوي ضغط، بس اكيد ضغط ضعيف شويه. ضغط من جوه وبدعمها بعوارض فلزيه قويه تستحمل الضغط ده. تمام. كويس. دي الغواصه. نسيبها بقى على جنب كده. تمام. ونتكلم على حاجه تانية. اتفضل. انا كمان
دلوقتي في مشكله في البيئه اللي هي مشكله الاحتباس الحراري. كويس. الناتجه عن الغازات كويس. الحراريه. تمام. المشكله دي بينتج عنها ظواهر طبيعيه كتير. زلازل، براكين، اعاصير، واكثرها الزلازل. تمام. زي اليابان او الحتت دي كتير. تمام. دلوقتي الزلازل في كذا حل للمشكله دي. ادعم المباني اللي انا ممكن تتعرض للزلازل، وده مكلف جدا. بجانب ممكن اطور ادوات الانقاذ، وده اللي انا اشتغلت عليه. تمام. طورت اداه تخش تحت الانقاض وتوصل للضحايا. كويس. عن طريق وصول للضحايا بقى بين الثغرات اللي بين الانقاض ما بتبقاش مقفوله كامله، بيبقى في بينها ثغرات. انا عملت روبوت صغير يقدر كويس. يخش بين الثغرات دي ويوصل للضحيه. كويس. لان عمليه مثلا تجريف بتاعت الانقاض بتبقى ايه؟ بشيل بونش وارمي. تمام. طب حتى الناس اللي تحت ممكن يروحوا يعني مع القصه. تمام. على قيد الحياه بيتكل. تمام. فده بيقدر يوصل للضحايا، يصورهم، يتواصل معاهم ازاي بقى؟ في مايك وسماعه، انا بكلمه بقول له انا رجل الانقاذ، انا في خدمتك، احنا هنجيلكوا صمود مش عارف ايه. ابعت له جهاز لاسلكي اتكلم معاه، ابعت له. تبعته له ازاي بقى؟ تبعته له بده بالروبوت. اوصله له، بيبقى فيه جزء ورا التخزين، انا ابعت له الحاجات. بس الجزء ده مش موجود دلوقتي. لا، ده ماكت. الشكل. لكن لما هيبقى حقيقي هتبقى فيه جزء هنا كده، هيبقى فيه لا، بيبقى جزء داخل كده بيفتح بره ويطلع المواد اللي انا عايزها. تمام. بتكلم معاهم وبحدد حاله الضحيه، سواء على قيد الحياه مش على قيد الحياه. هل في جزء معين معيق الضحيه انها تبقى على قيد الحياه؟ مثلا صخره على جسم الضحيه، عملت دفء، تنفس، احتباس في الدم. حاجات زي كده كتير. بيبقى فيه مسقاب بقدر افتت بيه الحاجات دي. بوت كاميرا عاديه، وكاميرا 3D، وكاميرا حراريه، 3 عدسات. تمام. الكاميرا العاديه بتصور لي جزء عادي. كاميرا الدقه بالغه، يعني الميجا بكسل بتاعها عالي بجانب حساسيتها للضوء وكده. كويس. الكاميرا ال 3D بتحدد لي المسافات. ده مثلا متر ونص، نص متر، 30 سم، بحيث اشوف بقى امكانيه دخول رجل انقاذ لحد الضحيه، او آلة او اي حاجه هتحصل يعني. واحدد هيوصل منين، واحدد له طريق، وارسم له خريطه. طب شغله لي كده يا مين، انا عايز اشتغل كده. الروبوت ده بيعمل بفكره الروتر، كل جنزير بيتحرك قدام وورا منفصل عن التاني، بحيث اقدر اتحكم فيه براحتي. تمام. ممكن 360 درجه حوالين نفسه. تمام. حركه تامه في الدقه وبالغه جدا، حركتي بحريه تامه. اوكي. تمام. قدام ورا، قدام عادي، ورا. وانت عامله زي المدرعه كده عشان يعرف يعدي. والجنازير دي بيبقى فيه جنزير اضافي هنا. كويس. في الحقيقي بيبقى فيه جنزير، بحيث لو نزل في حفره يقدر يطلع. بالظبط. والجنازير بتبقى لزجه. وانت يا مين اللي اخترعت الريموت بتاعه ده، واللي اخترعت القصه دي كلها؟ يعني انت اللي عامله حته ما حدش ساعدك؟ باباك ما ساعدكش؟ لا، بابا ما ساعدنيش. ما حدش كبير ساعدك ولا استاذ في المدرسه؟ لا، يعني انا مثلا بجيب معلوماتي من بابا او من حد، بقعد اساله الكهرباء، طب موجب وسالب، ازاي اشغل موتور، ازاي اعمل، هو يرد عليا، انا باخد بقى المعلومات دي واقدر اشتغل انا عليها. انت اللي اخترعت كل ده؟ انت اللي لميت الاجزاء دي؟ ده حضرتك ده مكون من الفل. ودي حاجات بلاستيكيه انا كانت عندي في اللعب بتاعتي، ركبتها بالشكل اللي انا عايزه. ولحمتها بالطريقه دي؟ ايوه، لحمتها زي حضرتك شايف اللحامات وكده، وجبت الكاميرا ولحمتها وكده. طب انا معايا 4 دقايق، عايز اشوف الاختراع التاني بسرعه، اللي هي الطياره بتاعه اطفاء الحريق. حاضر. مظبوط. دي طيارات اطفاء الحريق دلوقتي كويس. كبيره جدا، ضخمه جدا جدا، فوق ما حضرتك تتخيل. دي بتطفي 3 انواع: المستودعات، والمحطات النوويه، والغابات. ما اقدرش استخدمها في عمليات الاطفاء الضيقه، لكن انا فكرت اعملها صغيره بحيث عمليات الاطفاء الضيقه بقى. كويس. دي طياره اطفاء حريق صغيره بتتكون من الخزانات. هتبقى قد كده يا مين؟ في نفس. انا مش عايز اخد وقتك، اتكلم انت بقى. بص، الطياره بتتكون نفس مكونات الطياره الهليكوبتر. تمام. بجانب حاجه انت ما ترددتش، قلت لي الطياره هتفضل صغيره كده. هتفضل صغيره. تمام. نفس الحجم. الطياره دي تستخدم في عمليات الاطفاء داخل الاماكن المغلقه. تمام. المسارح، اي مكان مغلق. وتستخدم داخل الشقق والمباني العاديه. ممكن تخش شقه. بيبقى انا بزودها بزي مدفع في طلقه متفجره، مجرد بطلق الطلقه بتلزق في الوسط اللي قدامي. كويس. وتقعد ثانيتين وتنفجر، تدمر لي الوسط.
ايه ده مثلا. ايه ده انت اللي بتقوله ده؟ يعني الطياره تحط فيها طلقه تيجي طالعه وتلزق في اللي انت المكان اللي انت عايز اللي تروحه، تقعد دقيقتين ثانيتين وتتفجر تقريبا. اللي تفجر الطلقه عشان طلقه عشان تقدر مثلا تفتح لي شباك، تفتح لي مكان مقفول عشان اخش فيه. طيب انا عندي سؤال يا مينا بقى. الطيارات بتبقى كبيره بتاع الاطفاء عشان شايله مواد اطفاء. انت هتحط مواد الاطفاء ازاي هنا؟ مواد الاطفاء اللي في الطيارات الكبيره بتطفي مساحات كبيره، وبتكون زي مثلا الميه لو بجانب ميه، وبتكون برضه ثاني اكسيد الكربون. بتكون ميه او ثاني اكسيد الكربون اللي هي بيستخدم في الطفايات العاديه. تمام. انا مثلا هنا هحط الرغوه اللي بتتكون من اكسجين بخلطه بميه وكده فبينتشر وبيقضي على الحريق، لا هتكون ثاني اكسيد الكربون حسب نوع الحريق. طيب انت بتقول لي، انا بسالك لسه السؤال يا مينا، ازاي الطياره الصغيره دي هتشيل المواد بتاع الحريق؟ المواد ينفع تتضغط، اي مواد حريق بتتضغط. تتضغط تبقى قد ايه؟ ده بص بتاع قد ايه؟ ماشي مثلا هنا انا هحط عبوه مثلا في حجم عبوه البريسول مثلا في الحجم ده. مظبوط. بس الماده بتاعتها بتكون الياف كربونيه. الالياف الكربونيه دي بتستحمل ضغط عالي اكبر من 6 مرات بالفولاذ. مين اللي قال الكلام ده؟ انا عامل بحث على النت، بخش اقرا واتصفح على كتب. وعارف الالياف الكربونيه والحاجات دي؟ ده احنا ما خدناش غير بتستخدم في اجنحه الطيارات. اوكي تمام. طب بسرعه عشان الوقت هيسرقك ويسرقني. ماشي. قول لي يا مينا بقى، علبه البريسول الصغيره دي هتطفي حريقه قد ايه؟ تطفي حوالي 100 كيلو 100 متر مربع. يا راجل. يعني في المره تطفي 100 متر حريق؟ تنشر البودره حوالي 100 متر. مش معقول. في المره مثلا واطلعها تاني واحط عبوه غيرها عقبال ما دي تتملي وادخلها تطفي، وهكذا العمليه تستمر مع رجل الاطفاء. دي بتكون مع عربيات الاطفاء. ودي بقى تغنيني عن السلم والحاجات البدائيه اللي هي لا هي نفس السلم وهستخدم كل حاجه، بس دي مثلا تنفع في ايه؟ رجل مجموعه من الناس محاصره في مكان حوالين نار، ادخل لهم الطياره تقدر توصل وتعمل حواليهم حائط من البودر بحيث النار ما توصل لهمش، لحد ما رجال الانقاذ اللي هم بيشتغلوا مهمتهم الاساسيه يقدروا يوصلوا لهم. مينا انا للاسف والله وانا بعتذر لك الوقت خلص، بس انا فخور بيك. يعني انا فخور ان انا قعدت معاك وان انا قعدت مع شخص عنده الاختراعات دي، وانتظرك يا مينا بقى بعد سنوات قليله، مش ضروري بعد 20 سنه، يعني ممكن بعد 3 سنين تعمل لنا حاجه للبلد دي كويسه. وانا بناشد اي رجل اعمال محترم يتبنى مينا، لانه مينا محتاج انه يطبق الاختراعات دي. مش كده يا مينا ولا انا بتكلم غلط؟ مينا محتاج يطبق، يعني ينفذ الاختراعات دي. احنا بقى محتاجين رجل اعمال بجد، ودول كتار في البلد يعني، يتبنى مينا علميا ويتبنى اختراعاته دي عشان تتحول اختراعاته لحاجه حقيقيه في مصر. انا بشكرك يا مينا جدا.